راعوا ربنا في ولاد الناس ويتقوا الله فيهم. وصباح الخير على كل الناس وكل ولادنا اللي بيمتحنوا دلوقتي واللي بيمتحنوا واللي بدأوا امتحان بدري عن كده. اليومين دول يومين امتحانات. كلنا طبعا حاسين بولادنا وحاسين بالتوتر والقلق عليهم وعلى مستقبلهم. بنزعل قوي بقى في أوقات معينة من المعلمين، يبقى احنا تعبانين مع ولادنا وبنجري وراهم من أول السنة وفلوس ومجهود وبنطبطب وبندادي ويلا. والمذاكرة طبعا عارفين اليومين دول تقيلة قوي، تقيلة جدا أكتر من زمان كمان. زمان كانت المذاكرة عبئها أخف شوية لأن ما كانتش فيه موبايلات ومغريات وحاجات بتجذب الولاد أكتر بعيدة عن المذاكرة. فدلوقتي بقت أصعب أضعاف أضعاف. يجي المدرس كمان يكملها لو هو مدرس غير مؤهل، غير مؤهل إن هو يعامل ولادنا بطريقة غير ظريفة، معاملة غير أمينة، غير أمين على ولادنا وعلى نفسية ولادنا. إن يجي معلم أو معلمة قبل الامتحان بيوم في المراجعة، المفروض إن الطالب جايلك عشان تراجعيله أو تشوفي مشكلته إيه في حاجة مش فاهمها أو غيره. لأ، انتي تحاسبيه وتلوميه على إنه كان بيغيب، كان معرفش أخطأ في إيه. ماشي، ما أنا معاك إن لازم بتحاسبي الولاد على أي مشكلة انتي شايفاه إن هو أثر فيها طول الترم معاكي، بس مش في وقت، مش في ليلة الامتحان. مش ليلة الامتحان أوبخ والوم واقعد يعني أحاسب الطفل طول يعتبر لغاية ثانوي طفل، لغاية ثانوي طفل. إنك تقعدي ليلة الامتحان تقولي انت غبت ليه أو غبتي ليه وتحاسبيها إنها غابت وبعدين كمان والدتها قايلالك إن هي تعبانة ومريضة وتقولي في حد يغيب 4 مرات مريض؟ كل ده مرض؟ انتي ما تعرفيش المرض اللي كان عندها ايه أو تعبانة عندها ايه. ان شاء الله ما يجيلك نفس التعب هتعرفي. وبعدين طالما ولي الأمر كلمك وبلغك إن فعلا التلميذ أو التلميذة مريض وتواصل معاكي ولي الأمر، المفروض إن انتي تتفهمي و... وتفكري بقى ازاي توصلي المعلومات أو تراجعي أو تشوفي ايه اللي الطلبة محتاجينه ليلة الامتحان. ليلة الامتحان اللي بتلومي فيها التلميذ على الغياب وانتي بتتواصلي مع ولي أمره. ولي أمره متابع معاكي وبيقولك احنا اسفين على الغياب لان حاصل 1 2 3 وعندها تعب 1 2 3. فانتي كده اكيد اكيد مش مدرسة امينة على ولادنا ولا امينة انك انتي تشتغلي معاهم. مش بس المعلومة لازم تكوني فيها متفوقة، لا، لازم تتعلمي سيكولوجية الأطفال اللي بتتعاملي معاهم وسيكولوجية التعامل مع الناس كمان. انتي مش عشان هتدي درس او تعلمي حد هتعقديه وتعملي له مشكلة. لما البنت او الولد يفضل طول اليوم بدل ما يراجع يقعد يفكر ان هو اتحرج قدام زمايله وانك تحرجيه قدام زمايله وتعنفيه وتقولي له غايب ليه ومش غايب ليه وتكدبيه وهو ولي الامر مكلمك، يعني انتي بتكدبي كده ولي الامر كمان. وللأسف انك عارفة اولياء الامور دول من زمان وعلى تعامل معاهم. كتير حذرناكي، كتير حذرناكي وقلنالك انتي لازم تغيري من اسلوبك. انتي شاطرة في مادتك بس ده مش معناه انك تدمري نفسية ولادنا وانك تعملي مشكلة ليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعذروني يا جماعة ان انا منفعلة، بس دي مشكلة تعرضنا ليها برضو من بعض المعلمين اللي ما عندهمش تقريبا يعني مش عايزة اقول ان هي ما عندهاش ضمير، حرام اظلمها، بس هي ما عندهاش فن التعامل او فن التعامل مع الطلبة او اولياء الامور، او انها المفروض تشوف المشكلات ايه وتدور عليها وتحلها.
انت كمعلم قدامك الولاد تشتغل معاهم وتشوف ايه مشكلتهم في المادة التعليمية. لو حتى هو بيغيب او في مشكلة وتواصلت مع ولي الامر وقالك وتفهمت، خلاص مش هتوصل ان انت هتيجي ليلة الامتحان بدل ما تراجع له تحاسبه وتخليه عمال الولد او البنت مش قادرين يركزوا في المادة ولا عارفين يذاكروا. ويعني بدل ما تشتغلي على نفسك وتأهلي نفسك انك تكوني احسن وتبقي مصدر جذب للطلبة، بتخلي الطلبة يمشوا بعيد عنك. انتي ما فكرتيش ليه عدد الطلبة اللي مشيوا من عندك دول مشيوا ليه؟ ما فكرتيش ليه مجموعتك بتقل بالدرجة دي؟ انتي شاطرة، بس ما فكرتيش ليه العدد قل من عندك؟ ليه الناس بتغيب كتير؟ ليه دايما بتفكري في العيوب في غيرك او في الطلبة، ما بتفكريش في العيوب ان ممكن يكون فيكي؟ انتي تشوفي ايه القصور اللي عندك وتحاولي تعدليها. للأسف أنا ما كنتش أتمنى إن النهاية تكون بالمنظر ده، وإن أنتي كمان تقولي إن يعني ما تحضريليش وتحضريلي. الكلام ده ما كانش ينفع في آخر حصة. وبعدين أنتي مين عشان تقولي آخر حصة تحضريلي ولا ما تحضريليش؟ أنتي المفروض أنتي تبقي يعني ليك الشرف، انتي ليك الشرف ان ولادنا بيحضروا معاكي، ومش اي ولاد متربيين ومحترمين واهلهم ناس محترمة. انتي المفروض تكوني راسك فوق بالولاد اللي بيحضروا لك وانهم اختاروكي متعلمي ولادهم. انتي لازم تتعلمي ازاي تتكلمي مع الولاد وازاي تتكلمي مع ولي الامر وازاي تنقي كلامك، ازاي تنقي كلامك، لانك بتخسري اكتر ما بتكسبي. بتخسري الناس اللي شجعوكي ووقفوا جنبك وخلوا ليكي اسم، وللأسف اسمك في النازل خلاص. انتي اسمك في النازل. عاوزة أكمل كلمة بس أوجهها للمعلمة دي، إن انتي اللي اخترتي النهاية دي، وانتي اللي وصلتي الولاد بعد ما كانوا بيبكوا بالدموع عشان يدخلوا عندك، كانوا بيحبوكي جدا. انتي اللي وصلتيهم ان هم ينفروا منك ويبكوا بالدموع عشان يسيبوكي. انتي اللي كتبتي النهاية دي مش احنا. وردي بالطريقة دي هو يعني كمان اقل من اللي كنت عايزة ارد بيه، ان انتي تحرجي الولاد قدام زمايلهم. انا كمان رديت رد علني قدام الناس زي ما انتي احرجتي البنت قدام زمايلها والطريقة اللي اتكلمتي بيها. والى لقاء اخر ان شاء الله.